في ليلة سودا والريح بتعصف جامد بره، كان في راجل اسمه سامي ساكن في بيت قديم في وسط البلد. البيت ده كان معروف عنه إني مسكون، وناس كتير بتحكي عن أصوات غريبة وحركات مش طبيعية بتحصل فيه. سامي كان شخص جريء ومش بيصدق الكلام ده، وقال لنفسه إنه هيقضي الليلة لوحده في البيت علشان يثبت لنفسه إن مفيش حاجة اسمها جن أو أرواح. قعد سامي في الصالة قدام التلفزيون، وفجأة بص على الكرسي الهزاز اللي في الركن. الكرسي ده كان غريب شوية، شكله قديم ومتهالك، لكن كان ليه جاذبية غريبة. سامي حط رجله على الكرسي وجلس عليه، وبعد شوية حس إن الكرسي بيهتز لوحده. ضحك وقال ده طبيعي، الريح بتأثر عليه. بس الهزازة زادت، وصوت خشخشة بيطلع من الكرسي كأنه حد بيهز فيه بقوة. سامي حاول يقوم، بس الكرسي ماسكه جامد ومش راضي يسيبه. حس قلبه بيخبط بسرعة، والعرق نزل من جبينه. بدأ يسمع همسات مش مفهومة بتطلع من الكرسي. سيبني سيبني. الصوت كان بيرجع من الكرسي، وسامي حاول يصرخ لكنه مخرجش صوت. فجأة ظهر قدامه ظل أسود، وشكل مخلوق مش واضح بيطلع من الكرسي الهزاز. المخلوق ده كان بيتحرك بطريقة مش طبيعية، عيونه حمرة زي النار وبيضحك ضحكة مجنونة. سامي حاول يبعد، بس الكرسي مازال بيهزه، والظل بيقرب منه أكتر وأكتر. فجأة استيقظ سامي وهو بيصرخ على صوت الريح والكرسي اللي بيهتز لوحده تاني. كان مجرد كابوس، لكن لما بص ناحية الكرسي لقى الكرسي بيهز فعلا، والهمسات رجعت تاني. قرر سامي يسيب البيت بسرعة، وهو بيخرج سمع صوت المخلوق بيضحك وبيقول له: مش هتسيبني أبدا، الكرسي الهزاز مش هيرتاح لحد ما ياخدك معاه. ومن ساعتها محدش شاف سامي تاني، والبيت فضل واقف والكرسي الهزاز بيهتز لوحده كل ليلة، واللي قرب منه ويسمع الهمسات اللي بتقول تعالى تعالى، والكرسي الهزاز لسه هناك مستني ضحيته اللي جاية.